ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده مختلف شويه عن محتوى القناه، بس ده لان هي دي المواضيع اللي انا بحب اتكلم فيها بصراحه مع اخواتي واصحابي، وبستمتع قوي وانا بتكلم وبحكي لحد او بشرح لحد يعمل ايه. فحبيت ان انا اعتبركم صحابي واخواتي اكيد، واطلع اتكلم معاكم وافيدكم انتوا كمان. يلا بينا نبدا. اول نصيحه واهم نصيحه، ودي بصراحه عن تجربه: اخرجي لوحدك. اخرجي لوحدك، مش علشان اي حاجة، مش عشان الناس وحشة، مش عشان صحابك وحشين، بس علشان ان الخروج لوحدك هيديكي تجربة وهيخليكي تعرفي نفسك اكتر وتسمعي الصوت اللي جواكي اكتر. ليه؟ هحكي لكم انا تجربتي. انا كنت بصراحة بخرج كتير بس مع اخواتي، مع مامتي، مع صحابي وكده. فكنت طول الخروجه ببقى مشغوله قوي مع ان مثلا واحده بتحكي لي حاجه، مع ان انا بتكلم مع مامتي فبحكي لها حاجه، فبلاقي نفسي بمشي معاها. يعني هي اللي بتبص هنركب عربيات ايه، هي اللي بتبص هنروح فين، هي اللي بتبص هندخل المحل ده. انا بس مجرد ان انا بمشي معاها وبتكلم معاها وبس. فجيت في مره قررت ان انا هخرج لوحدي. انا يعني مش هخفي عليكم ان انا بصراحة كنت ماشية في الشارع مستغربة. انا عايزة الخروجة دي تبقى كلها من دماغي، انا اللي مقررة هعمل ايه، هركب ازاي، همشي فين، هروح اقعد فين، كل ده. في الاول كنت متوترة، مع ان يا جماعة والله فعليا انا بخرج كتير جدا بس مع ناس. اول مرة كنت اخرج لوحدي وخرجت، كنت ماشية، كان المفروض ان انا هركب عربية هتوصلني المكان اللي انا عايزة اروحه. قررت ان لا، مش هركب عربية، انا همشي. هتقولوا لي ليه؟ يعني انت كان ممكن تركبي عربيه عادي، العربيات قدامك. بس انا قررت اللي هو ايه، لا، انا همشي. عايزه امشي وسط الناس في الشارع لوحدي، مش وانا رايحه مشوار، لا انا خارجه. انا انا عايزه استمتع حتى وانا بتمشى في الشارع. اتمشيت وجيت فجاه عايزه اقرر اقعد في مكان. قعدت شويه كده افكر، وفي مره من المرات اتصلت باختي قلت لها اروح اقعد هنا ولا هنا. فقلت لا، انا هقرر ان انا ادخل لوحدي. فبقيت بدخل كافيهات، ادخل كافيه اقعد لوحدي عادي جدا. ممكن اخرج خروجه، مش لازم اقعد في كافيه، ممكن اخرج خروجه افضل ادخل كده في المحلات وخلاص، بتفرج المحل ده مثلا في لبس الميك اب هنا حلو، اتفرج هنا على الجزم، وهكذا الف على كل المحلات. وبعد كده ارجع مثلا خلاص جعت، ادخل اي مطعم واقعد اطلب اكل. كمان خلي بالكم، قرار ان انتوا تطلبوا اكل وانتوا لوحدكم اصعب من لما بيكون معاكم حد. ليه؟ لما بيكون معاكم حد بيقترح عليكم حاجات، اللي هو انا هطلب كذا، انتي هتطلبي ايه؟ فاهمين؟ فالموضوع لوحدك اول مره هيبقى خضه مش طبيعيه، تحسي ان كل الناس بتبصلك، بس صدقيني محدش بيبصلك، محدش مهتم اصلا ان انتي خارجه لوحدك ولا ان انتي قاعده لوحدك. انتي بس في الاول هتبقي مخضوضه وحاسه ان الناس كلها بتبص عليك، بس عادي تجاهلي الاحساس ده. والنصيحه دي فعلا انا بنصح بيها اصحابي كلهم، في كل مره بقابل صحابي بنصحهم ان انت لو عندك رفاهيه ان انت تخرجي لوحدك اخرجي لوحدك. هتخليكي انت بتقرري بعد كده لما تيجي تخرجي مع حد، يقولك مثلا تعالي نركب، طب خلاص بقى انت بقى عندك راي، اوكي، كونتي ارائك في الشارع لوحدك. مثلا هيقولك لا تعالي نروح المكان الفلاني، طب ليه؟ انا جربت المكان الفلاني وعجبني جدا، تعالوا نروح كافيه التاني. طب تقولك مثلا اصل انا عايزه اشتري بلوزه من المحل ده، هتقولها لا، طب انا شفت بلوزه حلوه جدا في المحل التاني، او المحل التاني ده مثلا فيه حاجات حلوه جدا، يلا نروح. فهتبقي حاضره في الخروجه، مش هتبقي بس مجرد ان انت ماشيه مع حد وبتحكي وخلاص وهو اللي مركز وهو اللي واعي. فاهمين؟ فخليكي واعيه كمان باللحظه اللي انت فيها. يعني انت مثلا ماشيه مع واحده من صحابك بتحكي معاها، بس ركزي ان انت احنا ماشيين كده، اوكي احنا هنروح المكان الفلاني، طب ليه؟ خليكي حاضره معاها ومع الطريق. بصوا يا بنات، اتكلموا مع نفسكم كتير كتير. انت محتاجه تقعدي تتكلمي مع نفسك في كل حاجه، كل حاجه حرفيا، اي مواضيع مواضيع
اي موضوع انت ممكن تتخيليه لازم تتكلمي فيه مع نفسك. مثلا فكري، اقعدي مع نفسك كده، فكري اللي هو ايه، افتكري مثلا اي موقف. الموقف الفلاني ده حصل فيه كذا كذا كذا، طب انا ليه اتصرفت كده؟ مواضيع قديمه اصلا خلاص خلصت من بدري، بس انت بتفكري عشان تبداي تحللي شخصيتك انت، عشان تعرفي انت ايه. دي فلانه مثلا قالت لي، مثلا هنسميها سهى قالت لي كلمه ضايقتني وانا ما ردتش عليها. طيب بعد كده لما يجي يحصل موقف تاني وسهى، مش هنقول سهى، ريم جت قالت لي كلمه مشابهه او نفس الكلمه حتى بتاعه سهى، انا ممكن ارد عليها اقول لها ايه؟ خلاص انا لو حد قال لي كذا كذا هرد عليه كذا كذا كذا. طيب انا امبارح مثلا موقف تاني فكري فيه، انا امبارح مثلا كنت قاعده مع اختي وحصل كذا كذا كذا، وانا حسيت بخوف مثلا، او انا توترت، او انا بطني كركبت. ابداي فكري ليه بطني كركبت، يعني بجد ليه توترت؟ طب هل اتوترت لان انا مثلا كنت خايفه من رد فعلها من الموضوع الفلاني؟ لا. طيب ممكن اكون مثلا كنت خايفه حد، فاهمين؟ فكري وحللي كل المواقف. الموضوع ده هياخد منك وقت، بس انتي محتاجه ان انتي تدي لنفسك الوقت ده، يعني نفسك اصلا تستاهل ان انتي تديها وقت زي ده. يعني الموضوع ده كله ممكن ياخد منك ربع ساعه، حتى لو هتعمليه ربع ساعه في اليوم، كل يوم ربع ساعه وخلاص. بس الموضوع ده هيخليكي تعرفي نفسك اكتر، فتبدأي كل ما تعرفي نفسك اكتر كل ما ثقتك في نفسك هتزيد. فكري كتير وفكري في نفسك كتير. تالت نصيحة، ما تركزيش الناس بصالك او شايفاكي ازاي، المهم ان انتي تكوني شايفة نفسك ازاي. يعني ايه رانيا؟ انتي مثلا ممكن الناس تكون شايفاكي بنت مثلا خفيفة، او مش خفيفة، حركات خفيفة العقل، بس انتي مش كده، فمش مهم الناس شايفاك ازاي. ممكن حد شايفك رخمة بس انتي مش رخمة، هو اتعامل معاكي مثلا في موقف واحد، او هو اصلا واخد عنك فكرة من قبل ما يشوفك، او هو اصلا انتي جيتيله في وقت هو نفسه مش حاضر، او هو نفسه متعكنن من حاجة، فهو هيبدأ يحكم عليكي بسبب ان هو مش في المود. ما تركزيش معاه. ممكن واحدة تكون شايفاكي ايه ده، مش حلو قوي اللي انتي لابساه ده، انسي. طالما انتي شايفه نفسك حلوه، انتي بصيتي في المرايه قبل ما تنزلي، اوكي خلاص. طالما انتي شايفه نفسك حلوه، انا اخدت فتره بجد والموقف ده حصل مع اختي، يعني هي اقرب حد ممكن اخد منه الكلمه دي او اخد منه النصيحه دي. كان عندي جيبه انا بحبها جدا جدا، وبحبها وبحس شكلي حلو فيها، يعني انا ببص في المرايه انا شكلي حلو. فكانت اختي كل ما تشوفني لابساها، اخواتي الاثنين بصراحه كل ما تشوفني لابساها، الجيبه دي وحشه قوي يا رانيا، خلاص ما تلبسيهاش بقى. اقول لها ماشي اوكي انا شايفاها حلوه وخلاص. تيجي اختي التانية اللي هو خلاص بقى انت هتفضلي الجيبه دي خلاص رخمه ومش حلوه عليكي. خلاص اوكي ماشي انا شايفاها حلوه، انا بحبها خلاص. وبجد هما كانوا بيضحكوا وبيسيبوني ويمشوا خلاص، يعني اللي هو احنا قلنا لك راينا وخلاص. بس المهم تركزي، يعني مثلا انا لو كنت شاكه ان الجيبه دي فيها حاجه غلط، يعني مثلا اخواتي قالوا لي لا الجيبه دي فيها حاجه غلط، ساعتها كنت هركز في الجيبه اوكي يعني هرجع هفكر في الموضوع. بس انا شايفه ان هو مجرد اختلاف اراء مش اكتر، يعني هما شايفينها مش حلوه بس انا شايفاها حلوه. طالما انا بصيت على المرايه وشايفه ان هي حلوه محترمه شكلها شيك عجباني، خلاص. انا مش عارفه دي النصيحه الرابعه ولا الخامسه، بس اختاري معاركك. يعني ايه؟ يعني مثلا شفتي بوست على الفيسبوك وما عجبكيش، فكتبتي كومنت برأيك اللي هو مخالف للبوست،
وجه حد دخل في الكومنتات ورد عليكي ودخل معاكي في حرب او نقاش حاد، اوكي، وعايزك تردي عليه، النقاش ده انت هتطلعي منه بايه؟ اوكي، يعني النقاش ده لما تدخليه هتستفادي منه بحاجه؟ لا. طيب هتاخدي طاقتك كلها تستنزفيها في تك 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 بس، وطاقتك كلها هتروح، تركيزك كله هيروح. انت مثلا عندك 10%، طاقتك 10%، اوكي، ما تضيعيش طاقتك على اي حاجه كده والسلام. انا عندي طاقه مثلا ان انا هصحى الصبح النهارده اعمل كام حاجه، جت واحده ضايقتني باي طريقه كانت او ايا كان هي مين ضايقتك مثلا، فانتي بصي كده على الموضوع من بره، ادي نفسك 10 ثواني فكري، انا لما ادخل معاها في جدال هل هي شخص مش عارفه اقولها ازاي، يعني هل هي اصلا تستحق ان انا ادخل معاها في نقاش في جدال؟ يعني انت ممكن تكوني اكبر من كده، او اكبر من الموقف يعني، او اكبر من ان انت تردي وتعملي هليله وخلاص، وانت كان ممكن تبصي لها بس وتسكتي. ممكن تكوني اكبر منها اصلا هي شخصيا، مش سنا بس مقاما. انت ممكن تكوني حاسه نفسك لا انا اكبر من ان انا ارد عليكي او اخد ودي معاكي في كلام، انت مين عشان اقعد اتناقش معاكي؟ انت شايفه نفسك هنا، ما تنزليش لنفسك. في ناس تقولك لا انا انزل نفسي ارد عليها وارجع تاني، لا، مش موضوع ان انت هتنزلي مستواكي وتردي على حد بس، على قد ما ان هي نزلتك دي وان انت تردي وترجعي تاني طاقتك راحت خلاص. باقي اليوم هنعمل فيه ايه؟ باقي الحاجات اللي انت عايز تعمليها في اليوم خلاص ما عندكيش طاقه بجد، هتصدعي. اسمع مني، انا بصدع والله في النقاشات الطويله، فبختار جدا الناس اللي هحرق طاقتي عليها، حد مش مستاهل، حد اللي هو ايه عايز يدخل معاكي في جدال، هو عايز يدخل معاكي في جدال، عايز تبقى الروس متساويه. لا حبيبي، الروس مش متساويه، الناس هتشوفها نرجسيه خلاص. فاكيد المعلومه وصلت لكم، ففكروا فيها كويس واختاروا المعارك بتاعتكم. دي تقريبا رقم 6، وهتبقى اخر نصيحه في الفيديو ده. وعايزه اقولك ان انا شفتها بوست على فيسبوك تقريبا، وبعد كده في نفس الفتره يعني في نفس اليومين شفت بنت على تيك توك بتقولها تقريبا ريهان ولا ريمان، مش فاكره اسمها ايه بالظبط، بس انتوا كلكم عارفينها يعني، البنت ام شعر كيرلي. قالت ايه؟ fake it till you make it. يعني ايه؟ يعني انت مثلا مش واثقه في نفسك، مثلي ان انت واثقه في نفسك، فيك ان انت واثقه في نفسك. انا واثقه في نفسي، وعايزه اقول لكم بجد بتجيب نتيجه. يعني انت مثلا مش بتقدري تتحكمي في اعصابك، فيك قدام الناس ان انت بتتحكمي في اعصابك. لا، ممكن تكوني من جواكي نار قايده، بس انت قدام الناس عادي، اوكي ماشي، اعمل ايه يعني، وانت من جواكي نار، بس انت بتفيك ان انت انا مش هاممني ومش هتعصب. فيك ان انت واثقه في نفسك. ادخلي مكان، افردي ظهرك، اوكي، وادخلي بكل ثقه. انت ممكن تبقي من جواكي بتجزي على اسنانك من كتر ما انت متوتره وعايزه تفركي وعايزه تطلعي موبايلك تبصي فيه وعايزه تتصلي بصاحبتك عشان حاسه الناس بتبصلك. انا شخص واثق جدا في نفسه، وفيك ده كمان قدام الناس في التعامل معاهم، علشان في ناس بتحس ان انت مش واثقه في نفسك فتبدا تستغل الحته دي، اوكي. ففيك till you make it، ودوروا على الجمله دي، بجد الجمله دي حلوه جدا، انا جربتها في كذا حاجه في حياتي وبجد بتظبط بشكل مش طبيعي. بس هي محتاجه ان انت يعني ايه تطولي فيها شويه، يعني اقعدي شويه تفيك الحاجه اللي انت عايزاها فيكي. عايزه مثلا تكوني بنت كلاس، فيك ان انت بنت كلاس، دوري مثلا البنت الكلاس بتتعامل ازاي، بتقعد عامله كده، اوكي اقعدي عامله، انت مش كلاس ولا حاجه، بس انت بتمثلي ان انت كلاس.
لحد ما الناس هتبدأ تاخد بالها ان لا دي مثلا ريم دي كلاس جدا، فاهماني؟ او الناس مش هتاخد بالها، بس انت عقلك الباطن هيقتنع ان انت واحدة كلاس او واحدة واثقة في نفسها جدا، فهتبقي واثقة في نفسك. فعقلك الباطن خلاص مجرد ما هيقتنع ان انت شخص واثق في نفسه، هيبدأ يقنعك ان انت واثقة في نفسك. اول ما يحصل موقف هيقول فكك، احنا واثقين في نفسنا مش محتاجين حاجة. معلش نصيحة كمان، اوكي، ودي خلاص هتبقى اخر نصيحة. انا الجملة دي سمعتها برضو، الجملة دي سمعتها تقريبا في تيدكس او برضو فيسبوك او حاجة زي كده. المهم كان فيديو واحد بيقول انت لو جه حد قالك انت لونك اصفر، مش لونك اصفر، انت بشرتك حمراء، انت لونك احمر، هتصدقيه؟ حبيبي انت عبيط ولا ايه؟ هو ايه اللي انت لونك احمر؟ ما انا قمحويه اهو، في ايه؟ جه حد مثلا قالك رانيا انت كرسي، انت مش بني ادمه، انت كرسي، عبيط؟ ايه ده؟ هتبصي طبعا بعرف وهتمشي، مستحيل هتركزي معاه تقولي ايه الكلام الفاضي اللي هو بيقوله ده. ليه؟ لان انت من جواك عارفه ان انا مش كرسي، اوكي؟ لا انا عارفه ان بشرتي قمحويه مش حمراء. ايه العبيط ده؟ إيه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ ليه؟ لان انت عارفه ومتاكده ان انت لا انا بني ادم، انا مش كرسي، بغض النظر عن التشبيه يعني. لا انا قمحويه، انا مش حمراء. ف خليكي متاكده من الصفات اللي فيكي، علشان لما حد يجي يقولك عكس كده ما تحسيهاش اهانه، اللي هو عبيط ولا ايه اللي انت بتقوله ده. لما تيجي واحده تقولك انت غبيه قوي، بص لها كده اللي هو غبيه، انت عبيطه تقريبا ولا ايه، مش عارفه، فاهمين؟ اللي هو انا عمري ما كنت غبيه. لو انت مهزوزه من جواكي هتبداي تدافعي عن نفسك، غبيه؟ لا انا مش غبيه يا حبيبتي، ده انت مش عارفه ايه. فما تتهزيش من كده، من اي كلمه. اتاكدي من كل حاجه جواكي وكل حاجه فيكي، علشان كلمه زي دي ما تهزكيش والناس ما تستغلهاش وتبدا تهز فيكي كل حاجه، شخصيتك، في كلامك، في لبسك، في لا. تأكدي من كل قرار انت بتاخديه وكل حاجة فيكي، علشان ما تتهزيش من اللي رايح واللي جاي. بس الفيديو ده انا اتبسطت فيه جدا، وان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير وهتبقى نفس المواضيع دي، لان انا حبيت واستمتعت جدا وانا بتصور الفيديو ده. وان شاء الله في فيديوهات تانية كتير هقول لكم ازاي تبنوا شخصيتكم من الصفر، برضو زي ما هعمل لكم فيديو ازاي تبنوا ثقتكم في نفسكم من الصفر. فقولوا لي لو الفيديو ده عجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات.